اقول لك شيء اعتبروها علي وسموني جريء سبوني. كل فقيه يموت قاعدته جماهيريه تدخل له زيد بعد ما يموت. تخيل شوفوا السيد الخوئي كان زعيم الطائف رحمه الله عليه، بعد ما مات بقوا له مقلدين بالعشرات، سابقا بالملايين. طبيعه الاشياء. فقط فقيه واحد ورا ما مات مدرسته قاعد تتوسع يوم بعد يوم. سيد محمد صادق الصدر. انا خمو صدري كلمه حق بدي اقولها. من مات لي هذا اليوم شارع اقل لو ازداد. ليش؟ شنو سوى هو؟ جاب قرآن جديد؟ لا. عنده عصا موسى؟ لا. غير الآلية، قال أنا مو مثل الكعبة استعدوا لي، أنا أنزل إليك. صلى بيهم جماعة، لطموا وياهم، بكوا وياهم، عشقوا. هي طريقة علي بن أبي طالب لو غيرها. تدرون علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة حاكم يفتح المسجد بنفسه ويرفع الأذان بنفسه، وكان عنده يومية خطبتين، خطبة صباحا وخطبة مساء. من الشعب العراقي معاوية يقول لهم هيهات يا أهل العراق أن أقدر عليكم. ليش؟ فقد ثقفكم علي. هذا الكلام بس يفهموا صح. أنا ما أريد أسقط أحد، الله شاهد عليه وأنا على منبر. بس العراق قاعد يمر بمرحلة خطرة، والمؤامرة قاعد تدخل لبيوتنا، والنهبنا نهيبة، والسياسيين سرسرية. بس بعد شو بدي أقول؟ يعني أمريكا جاية من مشروع الجندر، جاية من مشروع المثلية. يعني القضية قضية سنوات يدخل بالدستور. إذا دخل بالدستور وصارت المثلية قانون، أنا إذا أنتقدها يحبسوني. فما دامنا على بر الأمان خلينا ندارك أنفسنا. ولا بعد 20 سنة ابنك يصير شاب ماخذ له ولد؟ هاي مو حريات، هاي حرب على الله ورسوله. البعض يقول شيخ ما يقدرون، لا يقدرون. أمامك معمم مثل سيد عمار ابن أسرة علماء يقول يجب تطبيق الجندر بأدق تفاصيله. جراح البابا يلبس علم المثلية. أنت ما تعرف شيء عن النظام العالمي، ما تعرف شيء عن الماسونية. كل الناس تنحني أمام أمريكا إلا شيعة علي. عار شبابنا مخدر، انزع قميصك فضل مستهل، يلطم شور، يلطم على فرقك، يلطم شور، جابك عالشور انت. طبر بقامة، خبطر ما تطبر بقامة، روح على هاي الوهابية، على ذول المتآمرين، ما لها أصول عندنا والله. بس كون يشغلوني، كون يسوون بيناتنا صراع داخلي، خلاف داخلي، وعندي الشدائد تذهب الأضغام. اليوم أنا أريد فقيه ينتشني، فقيه تمر عليه كل صغيرة وكبيرة. ترى تطور الأشياء تماما. كان عندنا سابقا مدرسة إخبارية، سامعين بها؟ وينها؟ انتهت. منو نهاها؟ المدرسة الأصولية. هسه المدرسة الأصولية إجا وقت ما أدري، احتمال أنه بعد ما عندها قدرة أن تواكب المتغيرات.